يا صباح، لا يا مساء، يا مساء الرنجاوي يا جماعة. النهاردة يوم رنجة بس مش عالمي، اني هاكل انا والولاد بس، فيا دوبك جايبة اتنين بس على قدنا. ودي طبعا الطريقة دي انا اول مرة هجربها، دي طريقة دعاء اختي. طبعا البتاع زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله مغسول يا جماعة، مغسول. و دي المناديل دي المناديل بتاعت اللي قبل دي، فبستخدمها كده. خلاص احطها يعني، خليها جنبي يعني. المهم بقى الطريقه دي دعاء اختي كانت قايله لي عليها منعا للزفاره، وان احنا نبوظ البوتاجاز بتاعنا. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين عندنا في مصر الرنجه بتتحمر على النار. بنفتح النار ونقعد نعمل كده اهو، نميلها كده وتنزل السمنه بتاعتها، المهم تدخن اكتر والكلام ده الحلو الجميل قوي ده. فدعاء كانت قايله لي نجيب ورق القصدير، الورق الحراري، ودي طاسه عاديه خالص، دي طاسه عاديه، وغلفتها بالورق ده بحيث ان احنا هنحط الرنجة فيها وبكده نكون حافظنا على البوتاجاز يا جماعة. طبعا انا هنا عاملة بطاطس على قدي انا ويحيى، لاني ادم لسه ما جاش من الدرس قدامه كتير. والناحية التانية عاملة باذنجان، والباذنجان ده حطيت عليه، هو طبعا عرقان كده. طبعا هو عرقان كده علشان انا حاطه عليه ملح. بصوا، فالمفروض ان هو بيعرق ونعصره كده عصرة لذيذة خفيفة عشان هنقليه. هنا بقى معايا علشان حوار القلية، حاطة هنا 3 معالق دقيق ومعلقتين نشا، وهتبلهم. هحط بقى كركم وكمون وحبة لا هو عليه ملح خلاص. كركم وكمون، وهنغطس دي ونقلي هنا. دي نبذة سريعة على اللي هيحصل النهاردة، على اللي هيحصل دلوقتي. فانا دلوقتي معلقه على دي، ودلوقتي هنفتح على الرنجة. بصوا الرنجة انا جايباها من عند الراجل كده ما شاء الله، بيغلفها كذا تغليفة، مع العلم ان هي كانت كمان في الفريزر عنده. فانا جايبه نوعين، تعال نبص عليه. بسم الله ما شاء الله. بصوا الرنجة يا جماعة كبيرة مش صغيرة. ده النوع اللي انا اساسا كنت رايحة عليه، اسمه ابو السيد، اكيد انتوا عارفينه. انا اول مرة اجربه. بصوا عامل ازاي. والراجل اللي هناك دي يعني مثلا دي حجم الوسط، اللي هناك كان في اكبر من كده مطلعه، قلت له لا احنا كده كده عائله صغيره. فالمهم هو قال لي هتلاقي البطروخ اللي جواها بطروخ طري، هو واثق من كده مش بطروخ ناشف. فعنده نوع تاني بطروخ الناشف، يعني ان شاء الله حسب اي ما قال، ان شاء الله ده يبقى بطروخ ناشف. دي كانت شايفين فرق اصلا كمان ما شاء الله في اللون وفي الحجم. سيبكوا بقى من الحجم، عادي في اللون. دي كان الكيلو ب100، ودي الكيلو ب85. فانا قلت له خلاص طالما دي انت واثق ان البطروخ اللي فيها مش محبب، هناخد واحده من دي وواحده من دي، ويلا بينا. طبعا انا هنا هنضفها، هشيل راسها عشان تقصر شويه كمان. طلع البطروخ مرمل، الراجل كان واثق ان هو بطروخ طري، بصوا طلع مرمل يا معلم. يلا هطلعه دلوقتي. ده بطروخ طري العكس تماما. طبعا انا البطروخ ده باخده اغسله يا جماعه، علشان ايه؟ منعا لاي تكتلات، مثلا بيض، اي حاجه، آه حلزونيات. طبعا في كتير ناس هيقول لك ايه مش بنغسلهم. طبعا انا حطيت زي ما قلت لكم دقيق،
طبعا مش هحط ملح لان اوريدي فيها ملح. نمسكها كده اي منديل عندك ممكن تنشفي بيه البتنجان، اي منديل. شوفولي بقى جمال بصوا بصوا بقى قرمش ازاي، بصوا ولا شارب زيت بقى ولا حاجه، ومقرمش. اهم حاجه القرمشه يا جماعه. القرمشه طبعا جايه من ايه؟ جايه من الايه؟ من النشا اللي احنا حطيناها. هنحاول على قد ما نقدر نعمل السلطه بتاعت المطاعم. بقى ده المفروض ده ينهري كده، قطع كده. بس هو بصراحه في المطاعم بيتعمل بده. دوق طعمه برضه. واو واو واو. طبعا انا بستخدم شوكه زي ما انتم شايفين، الشوكه دي علشان ايه؟ علشان تترمي بعد كده يعني. مايونيز مايونيز. طبعا لو عندك اكتر حطي. ناقصه ايه بقى؟ ناقصه ليمون. الحمد لله عندي ليمون. بصوا الجمال بقى، يا لهوي على الجمال. شوفوا لي الجمال الجمال. يعني بقى انا اصلا ماليش في الليمون قوي، فهدوقه من غير ليمون واشوف الوضع ايه. بصوا بصوا زي بتاع بره بالظبط. رهيب رهيب. ودي البطاطس. شوفوا لي جمال البطاطس برضو، شوفوا لي الحلاوه. مش عارفه كده رجعت كده ولا لا. بصوا هروح الم بقى الرنجه دي في طبق وارجع لكم. طبعا يحيى قاعد على التليفون بره برنس. عايزه بقى اوريكم الجمال والحلاوه. كده فاضل ايه؟ هسخن عيش واكلكم صحيح. تعالوا شوفوا لي الجمال بقى. بصوا البصل ده بصراحه صعب عليا، كنت هموت عليه بصراحه. حط عليه خل وحبه سكر بس، ما تسالونيش ليه. ودي الخيار، ودي البطاطس، حبه بتنجان فاضوا، ودي الرنجه اللي هندقها سوا. دي رنجه ابو السيد ودي الرنجه العاديه، ودي الجمال، وادي العيش اللي حرقته. يلا بينا يعني نحب. بصوا بقى نرحب بصوا اول حاجه عايزه ادوقها هي حاف. دي اللي هي بتاعت ابو السيد الذهبي الجميله دي. التدخينه باينه فيها جدا، فعلا باينه فيها جدا. ملحها وسط مش مملحه يعتبر. هاخد حته برضو ايه العاديه دي.
بصوا الفرق اصلا في اللحمتين. اللحمه دي غامقه شويه ودي فاتحه شويه. امم بقى هي اللقطه دي اللي انا كنت مستنياها صراحه يعني. عادي يا جماعه، انا باكلها بشوكها عادي، ايه المشكله؟ شوف كمان بقى الحركه اللي هعملها دي. هقسمها بس. يا جماعه ده شايفين؟ لسه ما جيناش عند السلطه. بص الحركه دي تنترت ده. واو. الرنجة من كتر البهدلة اللي حصلت لها شكلها مش عاطفي، بس هي طعمها جميل. اشوف اشوفكم بخير، باي باي.